يعني للثروات البلاد والاستخراج. هنا يبقى سؤال للنقاش. احنا مثلا هنا كاين واحد السؤال استاذ ريتاج، ما دام هي اتفاقيه ايفيان ولا يوجد جزائري ممكن ان ينكر بان هذه الاتفاقيه هي ليست في صالح الشعب وهي حفاظا على مصالح فرنسا، هذه لا نختلف عليها واظن انك انت شخصيا لا تختلف عليها، لكن السؤال ديالي انا لماذا تم تجديدها في الجزائر؟ مسألة التجديد ما عنديش عليها علم، لا عندك عليها مصدر اعطيني نطالع عليها. مسألة التجديد قالها الرئيس تبونس. نعم، شنو قال؟ قال لك لقد تم تجديد اتفاقية إيفيان وهي في صالح الجزائر. ما سمعتهاش انا، والله ما سمعت هذا الكلام. والله العلي العظيم هضر عليها تبون. لا امنا علاش سمعت بالك حاجه سمعت انا حاجه ما سمعتهاش عادي، هذا امر عادي. لكن الشيء لكن احنا مثلا فرنسا ضمن الاتفاقيات كانت ملزمه انه تقعد في المرسى الكبير مده 10 سنوات، معروفه هذه انت. 2013 كانت خاصها تحبس نورمال. لا 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 لا, لا قبل يعني من 62 حتى ل 72 وهي خرجت في 97 في المرسى، كانت ملزمه تستغل ذاك الاخر. جات عن طريق المقايضه، يعني مثلا هناك اقاويل تقول باللي السلطات الجزائريه سمحت لها او القياده او غير ذلك بتكمله التجارب النوويه، يعني النوويه مقابل يعني المقايضه. هذا سؤال، لكن السؤال المطروح انا اللي ما فهمتوش كيفاش مثلا تقول لي ان الثروات الباطنيه لا زالت ملك لفرنسا. انا هذه مازال ما فهمتها من خلال هذا التصريح ديغول قالها في 61 وحنا اتفاقيات ايفيون ما الى عندك البنود. معليش هاتف ثاني، يكون عندي هاتف ثاني نجبد لك. هل توصل البنود القليل اللي عنده هذاك الشيء اللي كتشوفه في الانترنت الخاوي حتى واحد ما عنده البنود. هذا برايك هناك بنود؟ يعني انا ما عندي واحد كنت دايرها في اللابتوب يعني منتقها ومطالع عليها. حرقوها البنود، حرقوها الجزائريين كاع ما كاين حتى واحد باش تخليك من هذه نقطه. نعم، النقطه الثانيه احنا قلنا مثلا طرحت بيدنا واحد السؤال شباب، يعني هل الجزائر مثلا في ظل تقلص العمله الصعبه وما راحش كاين الاخر هل سيصمد النظام او هل ستصمد بصفه اخرى الدوله الجزائريه؟ والله نذكرك الاستاذ دريس، احنا مثلا في فتره التسعينات كنا مسالين وكنا ضعاف يعني وكنا محاصرين ولم نسقط. يعني هذه للتذكير فقط، يعني ماشي من باب التباهي ولا راني نتباهى عليك ولا لا لا لا. للدوله يعني عندها خبراء وعندها تقديرات وعندها استشرافات. كيما انت مثلا راك مختص في الاقتصاد، تقول راني مختص، عندك استشراف ممكن وعندك تعقيب على مثلا في الدوله في المغربيه، ويمكن عندك تعقيب وقراءه مخالفه للاقتصاد الاستراتيجيه تاع المملكه اللي عندك بحكم الاختصاص. هذا لا يعني انك لك الحق المطلق. مثلا انت كي تعطيني تصريح، اعطيني مثلا قراءه اقتصاديه لمساله معينه يعني تنتقد فيها حكومه او غير ذلك، هل يعني بالضبط ان قراءتك صحيحه 100%؟ لا، لأن التنظير في الكلام حاجة أخرى والممارسة في الواقع كلام آخر. هذه في المنطق. أنا مثلا كندافع على بلادي، مثلا أنا أقر بذلك أننا في الجزائر نعاني تقلص من العملة الصعبة، ما عندناش مداخل كبيرة. أنا كجزائري على بالي بها، أنا هذه قبل هذا التيك توك وهذا الخلاف المغربي وتعرفوا هذا الأمر. أنت مثلا كي تقارن روحك، تفضل بتعقل. وعلى الجزائر لما سولوا الرئيس سبون قال لي شحال قاعدنا في ريزيرف شونج ما بغاش يعطيهم شيفر. قال لهم هو رئيس الجمهوريه، هو يتحمل المسؤوليه اخي الكريم. انا مواطن ما يخوليش. نعم المغرب مثلا اخر مره ذكر بانه الريزيرف شونج ديالو راه 44 مليار. دابا راه حنا في قال الوزير مؤخرا قال شحال عندنا. معليش بالك هو ما قالهاش، قال الوزير. لا راهم كذبوا نورمالمون، راه قالوا من 69 شي حاجه كيما هاك. البارح خرجت جريده فرنسيه جريده جزائريه وقالت لنا بان لو الشيفر هذا توا غير صحيح، لانه قال هي ديكلارات ان الريزيرف شونج راهو 47.6.1. هذه تبقى، شوف الاخ ادريس باش نكونوا يعني عقلاء، تبقى مجرد يعني هجمات اعلاميه للضغط ولا للترهيب ولا لاحداث. هذه معروفه، هذه تتعرف وانا نعرف باللي بعض التصاريح. واحد المثال باش تفهم مليح، هو ان الريزيرف هذا شونج الجزائر سنويا راك تخسر ما مجموعه 15 مليار ديال الدولار بحكم الانكماش ديال 2.8 على مستوى المحروقات. انا نعطيك ارقام. انت عندك انكماش اقتصادي، عندك نمو اقتصادي خارج المحروقات. انت راهم دابا النظام وحتى الاعلام الجزائري مع الاسف يصدر ارقام لا تمت للواقع بصله.
لما تجي انت تقول لي بان النمو الاقتصادي خارج المحروقات راهو 5.7، يا سيدي درنا 12% ماشي تاع 5، ولكن شحال هو النسبه ديالو في الناتج الاجمالي العام؟ راه خارج المحروقات يلا عندك 7 المليار، يعني انت غتنمو 100% ما غادي دير والو. لا، هي ازدياد الحاجه. اسمعني، احنا مثلا قلت كلام الدوله الجزائريه، النمو السكاني، البنيه التحتيه، هذه راهي عاتق على الدوله هذه مثلا مقارنه بالمداخيل غادي تدخلك في العجز طبيعه الحال، لانه انت راك تتوسع عمرانيا، تتوسع يعني من حيث البنيه، عندك يعني اشغال تقوم بها، عندك صحه. دقيقه سامحني، انت كي تكون عندك نقص في الايرادات، يعني انت راك عام على عام الفلوس اللي راهي تدخل من برا كعمله صعبه راهي غادي تنقص، علاه تزيد في الولايات وتزيد في السكان وتزيد في التشغيل وتزيد في الدعم. بصح الولايات ما غاديش نزيدوا مصروف ادريس كينزيدوا حنا كنزيدوا مثلا في الولايات، ما غاديش نزيدوا مثلا مصروف. مثلا ولايه مغنيه كانت دائره ولايه مغنيه فقط غير الامور الاداريه، اما البيجي اللي كان يروح ديك المنطقه غادي يتقسم عليها، ما غاديش هناك يعني زياده كبيره في البيجي ولا باش تفهم يعني باش نكونوا مثلا دا كيدير مثلا تفضل. على بالك الجزائر علاش زادت في هذه وزادت في هذه وزادت في هذه؟ باسكو البنك سنترال او البنك المركزي الجزائري ديكلارا على نسبه يعني الزياده في الكتله النقديه في الجزائر راهي كبيره مقارنه بالعمله الصعبه، يعني انتم تزاد عندكم الدينار ككتله راهو تقريبا تزاد بواحد 12000 يعني 12000 مليار دينار جزائري اللي تزادت، هذه كامله كتله نقديه مزياده كتسمى الام 2، روح قرا على الام 2 يعني الموني، هذه هي اللي قالوا راه نزيدوا نخلصوا نزيدوا في الدعم نزيدوا، ولكن الاشكال هو وين راه الخطر الداهم ديال الجزائر هو العمله الصعبه، كي ما يكونوش عندك منافذ، يعني ما عندكش لا ديفيرسيتي في ليكونومي وما عندكش منافذ اخرى منين تجيب العمله الصعبه، انت راك مركز على 90% ديال العمله الصعبه راهي تجي من المحروقات، والمحروقات غادي راحت هذه تدريس، هذه هضرناها، هذه قلنا باللي الجزائر كانت تعتمد 95% على مصادر البترول منذ ما جئ تبون عبد المجيد تبون قال لك باللي لازم لنا نقلصوا فاتوره الاستيراد ونديروا الانتاج المحلي، واعطى قروض لشركات ناشئه واعطى قروض لشركات مثل سوناي غاز، مثل مثلا بعض الشركات هنا اعطاهم قروض باش يمولوا المشاريع. هذه نقطه ثانيه، التنوع تاع المصادر لابد عليك لازم، لانه حتميه راك في فم الغرفم لازم حتميه تنوع عليك، تطيح تنوض تطير الله يسهل عليك، ايجاد بديل حقيقي، ما تبقاش مثلا دير الكلام الاستهلاكي للعامه، ما بقاش هذاك، بقى انك دير بدائل حقيقيه، منها رانا نبنوا في البنيه التحتيه، حنا كنا ناقصين من حيث لي تران الطريق تاع التران الرايات، يعني رانا ناقصين بزاف، ولكن في عهد تبون كان كاين مشاريع باش ما نكذبوش ثاني. وعلى البنيه التحتيه تا تقواد عليك عاد تصوبها بحال هذه مثلا القرض البنك التنميه الافريقي راه يسلفك 747 هاي البنك الافريقي للتنميه يقدم قرض بقيمه 747 مليون اورو للجزائر من اجل بناء الطريق هذه ديال او القطار ديال تمراست. وعلاه؟ ايوا حنا ثاني على حنا مثلا هذا قرض عادي. الاشكال اللي كان واحد القضيه هو ان الجزائر ما بغات تخدم البلاد حتى ما بقى عندها ثريا. ايام البحبوحه وين كنتوا؟ اسمح لي تما غادي نقول لك واحد المثل هذا دير عليا، يقولوا الجزائر ما خلقت عبيد ما خلقت سياد، هكا يقولوا صحيح. هذه نقطه معناتها يعني ما فتنا ناس ما قلعنا صحيح. هذه نقطه. النقطه الثانيه البحبوحه اللي تكلم عليها 1000 مليار، تتكلم على 1000 مليار شحال قعدنا من عام باش دخلنا ديك 1000 مليار؟ عام ولا 20 سنه؟ قبل ما يجي تبون كان احتياطي الصرف 200 مليار، راهي دابا في يا سيدي هي بلاتي عليك 1000 مليار دخلناها في 20 سنه مليار. يا ادريس 1000 مليار دخلناها في عام ولا في 20 سنه؟ سيدي دخلتيها في 80 سنه. وين هي الريزلت ديالها على الارض الواقع؟ لا اسمح لي، هنا لازم تسمعني مليح باش تقولي اين الريزلت ديالها. سيدي الكريم روح احنا للبلاد الجزائر وشوف، ولا كي نكون انا الاس نفتح لك مثلا المنشآت السكنيه اللي دارتها والمدن الجديده. دير لي منشآت سكنيه، علاه؟ راه هذا هي لافوت، علاه ندير منشآت سكنيه؟ دابا انا كندير منشآت سكنيه، وشنا هي الرباحي انا كدوله؟ ما عندكش رباح. فوالا، يعني انت حصلتي دابا ها هو الريزيرف شونج غادي وكيهود، نهار ما يبقى عندك ثريا في الجزائر واش دير؟ منين غادي الاستثمار؟ نديروا استثمارات. هذه الاستثمارات ما درناهاش وقتها. ما درتيش استثمارات ملي كانت عندك 200 مليار وغادير استثمارات وانت في اللعبه.
هذه قليله 200 مليار بالنسبه للدول، الحاجه باش تولي قليله. 200 مليار خبيث وين راه الفلوس؟ راه تولي تتسلف من صندوق النقد. ها هو البنك المركزي، البنك التنميه راه ديتي عليه قريب مليار. علاه؟ والبارح لقد قرر السيد الرئيس ضخ $1 مليار للبنك التنميه الافريقي من اجل التنميه الافريقيه. او خلينا في شراكه، خلينا في شراكه هذيك باش ندوروا راس المال. باش ندوروا راس المال. غنقولها لك قداش نعطي القسام وانا $1 وانا في امس الحاجه اليه. على انت 747 مليار اللي خديتيها ما راحش تخلص عليها الفايده. صعب يسقسيك فلوسي ونروح نخلص عليها الفايده. ما يسقسيك، معليش المملكه عندها استثمارات في افريقيا ولا ما عندهاش؟ عندنا عشرات المليار ديال الدولار استثمارات. صح، نقطه. هذه الاستثمارات تعود عليها بالنفع ولا لا؟ بيان سور، على مالها. احنا بغينا نديروا بحالكم. الغالبيه راهي في اسم اشخاص وليس الدوله. احنا بغينا نديروا بحالكم، درنا $1 في الاخر بغينا نبداو نقلعوا $1. ما عندكش انت، ما عندكش المشكله، راك طحتي في اللعب. راه احتياطي الصرف راهو في اللعب، معناه في اللعب راك في الخطر، راك دخلتي في المرحله ديال الخطر، وهذه في حد ذاتها كارثه. دابا الاشكال انا وقتاش ندير النهوض الاقتصادي ونبني اقتصاد مهيكل، وهذا نهار تكون عندي دراهم. هو انا داخل في اللعب وحابس على البشري. راه كيما نقولوا حنايا التصدير راك حابسه ولا الاستيراد راك حابسه. هاو الناس، انت البارح قال لك الرئيس الجزائري على مستوى العجلات ما نزيدش كاع نستوردهم. لا بصح اسمح لي، هاو الاستيراد هاو هضرناها اخويا، باش تكون عندك تحول اقتصادي لازم استاذ الغلق على مستوى الاستيراد. دقيقه رانا ندويو باغي تصور روحك. هيا روح سير صور جهه اخرى. انا نناقشوا في موضوع الناس راح جاك في الخرا. واش تم مريض في ظهرك انت واقف لينا عاد جامع بناه لك شينوي. وين بنيتي انت جامع؟ بنيتيه؟ واش بنيتي من جامع؟ انت حنا مستعدين نبنيو جامع ولا نبنيو مرض. واش دير انت بالجامع؟ هاي بنيتي جامع، زيد من بعد 2 ملاير. شحال راك بنيت الجامع؟ شحال راه ديال الفلوس مشى فيها النهب في الجامع؟ تقدر انت كمواطن جزائري تدوي على الدعبده؟ شحال راه فلوس سرقات في الجامع؟ شحال راه فلوس؟ او بيت الله يا ربا، او بيت الله وسرقتوه، بيت الله وسرقتوه. هضره تعبر ادريس، خلينا في الراديو الرسميه. هذو اللي يقول لك خونوا في جامع ورا المصادر، حاسبوا معاهم. ها بالك ادريس بالله عليك هذا اللي يقول لك المشاريع اللي دارت في الجزائر سرقوها. طريق الشرق غرب داها على حداد. السرقه كاينه باغتو، خليفه كاينه باغتو. خلي بلادي المواقف على رجل. ادريس كندخلكم في حيط. ادريس المشكل اكبر تريتاج. المشكل اللي كاين في الشعوب العربيه ما عندهاش حب الانتماء للبلاد. هاي صاي اللي تحط في شي بوست غنقول دير ما قداش يا ربا. هاو ينيك البلاد، ينيك تحطوا في البلاصه، تحطوا في البوست. هاو ينيك كاينه هذه باسكو ما على بالوش بربا هو كاع فين غاديه. انا قد جاهز. بصح اسمح لي كانت فتره ما وليت انا وانه وكذا. اي واحد يتحط في بوست وما عندوش لهذا يا والله يدي على الراس الاخرى ما يحبسهاش كاع. او تجي على الدوله الجزائريه نتسنى انا نجيب تركي باش نبني سكنات العدل. احترموا حقوقنا الربا. انا نجيب انا شينوي وتركي ونجيب كردي باش نبني صنادق. بصح داخله في التنوع خويا، الشراكه الاقتصاديه داخله في التنوع خويا. راس المال واحد ماسو. راس المال حبيبي راس المال. راك باغي تبني راس المال اخويا. كيفاه؟ راس المال اخويا، راس المال وين المشكل؟ يا وين رب هذا راس المال؟ وين راه؟ يا وراك انا كي ندير شراكه، ندير شراكه مع حبس الشراكه، حبس الشراكه. انا احتياطي الصرف ديالي دابا راه دخل ديال مو في الزيرو. راك في الخط الاحمر. على بالك الدوله الجزائريه في الكليبراج ما بين العمله المحليه وعلى مستوى الاستيراد تخسر 15 مليار في العام. يا وفيق 15 ادريس. اصبر نفهمك. اصبر اصاحبي غادي تشحفني. الدوله الجزائريه في ظل تراجع الموارد لان صندوق ضبط الايرادات خوا وما بقاش قاد على الصدمات، راك وليتي ليبر مع الشون. يعني راك مواجه للاقتصاد. دابا ما بقاش عندك اللي يحميك. هذيك كيما نقولوا حنا اللي كيديروا الجنود ما بقاتش عندك. وليتي ليبر مع المارشي. دابا انت راه احتياطي الصرف ولا معاش ولا كتسنى الدوله الجزائريه كشمك دير ما في شي بلاصه. بالك هذاك الريزيرف شونجي عاود يطلع. اصبر دقيقه. انت اعطيني انت كمواطن جزائري اشنا هو اللي غيخلي الريزيرف شونجي يعاود يعمر؟ قولها لي. هي انا نقولها لك. قلنا اخويا العزيز دروك الدوله دارت بروغرام باش دير هذه البنيه التحتيه وتبني الاقتصاد وتنمي اوتوماتيك. يكون عندك انتاج محلي راك هذا الدعم باش تنمي اقتصاد. خليني نكمل اخويا. هذا
المشروع اللي غنديرو انا، ها بلاتي هذا المشروع اللي غنديرو انا شحال يحتاج الوقت باش يوقف؟ انا غادي نطلع انا مشروع غنصوب اسيدي نجيب رونو، انا نجيب رونو تصوب طونوبيلات. خلينا من رونو انا نهضر لك. انا نعطي لك بغيت نسقسيك، اي دوله تبغي تقلص فاتوره الاستيراد تاعها وتكون محتاجه دراهم الكاش، محتاجه شدير تبلع على الاستيراد وتعطي هذه قروض يعني للشركات الناشئه، مثلا الكوسميتيك، لي بارفان، المعلبات. هذه شيء احنا كنا في فتره ما كنا نجيبوا كل شيء، استيراد. يا راك حبس استيراد العجلات وقلتي إيريس وحتى المشروع الثاني اللي دار في ام بواقي، ومع ذلك الجزائر زيرت وفي الاخر حزاقت. علاش؟ راه مساتسينات مع شركه باش تجيب 1.5 مليون عجله. وين راه الانتاج؟ المشكله والله ما جابوا مشروع 1 مليون عجله ما كانش، ما جابوا من استيراد مستورده. راهم يلا دوزوا المارشي الجزائر، يلا دوزوها مارشي ديال باش يحبوها في البلاد. ما حبستش غير هنا، راه زادوا مع الطاليان 500,000 راه ولا 1.5 مليون. علاه انا نسد على الاستيراد حتى يولي مواطن جزائري غادي على حمار يجيب 2 رويدات من تونس. وعلاه وصلوا هاد الدرجه هذه ديال هاي ها هو الفيديو اسيدي باش كومسا تقول لك اودي لا ما كانش منها ولا هذا. هذا الخرطي هذا لازمكم تحبسوه باسكو ما يسلكش، والله العلي العظيم ما يسلك الا الصح الصحيح. ما عندك شيء تحبس وتريح. بلاتي وين راه الفيديو هذاك ديال وين راه الفيديو؟ اصبر دقيقه. والسيد اللي قال كلمه اودي ما نبغيش ندوز الفيديو مادامك راه كاين هنايا باش ما يحسبوهاش عليك وصاي. خليك طونكيل، انت انسان محترم وراك تناقش مليح. والله العظيم قال لك الدوله الجزائريه راهي تبني مشاريع. كيف تبني؟ باسكو المشروع انت كي تبنيه لازمك تاخذ سنوات، والتنزيل ديال المشروع ودراسه الجدوى وزيد يعني البروجي يقدر يديماري على 4 ولا 5 وحتى المردوديه ديالو تكون ناقصه في الديبار. يعني انت راك باغي تصوفي، خاصك حلول آنية باش تحل المشكل ديال انهيار في احتياطي الصرف. علاه الدوله الجزائريه الدينار الاورو طلع للسماء؟ علاه طلع؟ ماشي معناه ان الدينار هبط، لا، اولا الاورو طلع، لا، هذاك سعره الحقيقي في السوق. البنك المركزي البنك المركزي عجز على توفير العمله الصعبه للشعب الجزائري. قال لهم روحوا للسكوار دبروا ريسانكم. هذاك الشيء علاش مادام الطلب ولا اكثر من العرض الثمن يغلى، نورمال سهله ما تحتاجش بزاف. معليش حنا اسمعني يا استاذ ادريس. الدوله الجزائريه الصوالح اللي كانوا مثلا تمدهم من هذو المستوردين اللي كانوا يقفوا في لي فاكتور شحال من الاف، قال لك الاخرى حبسناهم كانوا يديروا تدخين فواتير. هادو هما اللي كانوا يشروا، راهم يروحوا للسوق السوداء لان الدوله بلعت الفانا. ما نعطيكش انا الاورو مدعم، انا الاورو حقه الحاجيات الاساسيه، هذه معروفه. هي بلعت عليك. وثاني حاجه الأورو غادي يولي يطلع، غادي يلحق حتى ل 30 ولا 32 بالك. ربما لي زيميغري تاعنا يزيدوا يدخلوا لنا العمله الصعبه. على سبيل المثال كيف يقول لك تما في البلاد الجزائر نقد مثلا بمبلغ 20,000 أورو 30,000 ندير مشروع 40,000. فاهم؟ تولي المصادر هذه تتنوع. خاص السوق السوداء المصادر تاعو مين؟ المصادر كانت تدي من الاختلاسات، من تضخيم الفواتير، وهذه وخلينا من تبييض الاموال، وخلينا من ديك الامور وتاع لي زيميغري. هاو دوك الايميغري حنا مثلا المغترب الجزائري دروك كيجي ما يروحش في البنكه، يقول لك هذا يروح للسوق السوداء. وراه شنا واحد من الحكومه الجزائريه مشى فرنسا ويدعو المغتربين من اجل الدعم الاقتصادي الجزائري. انا نقولها ونعاود. انت دروك مثلا انت تتكلم، معليش انت تتكلم كناقد ولا كمتضامن مع الوضع الجزائري، عادي انا اقبلها، لكن انا ما ارفضه هو التهويل. يعني انت مثلا اصبر دقيقه الاخوان، انا مساله القبائل غنعطي واحد الكلمه ديالي ما غتعجب حتى واحد فيكم الا القليله اللي عنده عقل. عمر القبائل تنفصل على الجزائر، يجيك من التالي. وما عمرني في حياتي من نهار حليت لايف انني هضرت على القبائل، باسكو جو سي دافونس كو انفصال القبائل على الجزائر كاع ما كاينش. بلا ما تبقاو ديماريو الطياره والله ما تنفصل. باسكو اولا هذيك ورقه في يد فرنسا. سمعوني مزيان هادشي اللي غنقول لانه المهم وغتوقفوا عليه. سمعوني مزيان، هذيك ورقه في يد فرنسا الا شعلت فيها العافيه كطيح منها وما غتبقاش تستعملها. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، القبائل ما عندهمش مكون دوله.
باسكو هما القبيليه لا بليبار راهم شادين في سوناتراك وسونال غاز والمناصب الحساسه داخل الجزائر. كيفاش انت بغيتي هادو اللي هنايا قسامهم يخرجوا يديروا دوله؟ ما يمكنش. حاسم سعود وحاسم رماد كاينين في القبائل، راهم في الغواط وفي المنيعه ومانيش عارف كاع فين. واش داك انت الحاسم سعود؟ يعني كي تفصل القبائل باش يعيشوا القبائل بالبور ديال بجايه، واش يدير بور بجايه وبرج بوعريريج؟ راه حنا اللي عارفين واش راه صاري في الجزائر. ما غيمكنش وما عندهاش مكونات دوله وما عمرها غتنفصل. هذيك ورقه من اجل الضغط والاشعار وطرن طرن طرن وتا حاجه ما غتكون هي النساء. اما باش تنفصل القبيل وما يخافه النظام الجزائري علاش داير هذا الشيء كامل هو ان مساله الاستفتاء ديروا في القبائل كاع سوق رب العالمين في الجزائر غادا ديرها. الشاويه باغيين بوحدها من الغرب، النايليين في النص ديال الجزائر، الطوارق والتحت ديال الجنوب تنزواطين يقولوا حنا مع مالي. اذا الخرقه غيتفرتك. هذا الشيء من تخافوا الجزائر من تقسيم الدوله من الوسط. اما باش تقول لي القبيله غتنفصل نساق، هذا الكلام ما غاديش يعجبك. وانا مأكد بلا ما تدمري الفرفاره عارف واش راه كاين داخل الدوله. الجزائر لن تنفصل عن القبائل لانها اولا ليس بمكون دوله. باش تبني دوله احنا راه ماشي في القرن 16 ولا هذه، وفرنسا تستعملها كورقه ضاغطه. لماذا الجزائر منذ سنوات ما دافعتش على الفرنسيين؟ انت اعترفتي، اسمع انت اعترفتي بالصحراء المغربيه اقام الانجينيرو ولم يقعدوا. الدوله ديال ما كاع وقفت فرنسا وسحب السفاره. ايوا هي الماك هي وسط فرنسا. قالت الجزائر شي حاجه؟ انت على موضوع بعيد كل بعد عليك. الصحراء وقفت علاقات، دخلت في ما عرفت شنو هو طاط وانت الماك التي اعلن استقلال القبائل لم تصدر حتى قرار. افهم خليك من الفرفاره وهذه. اما باش تقول لي غتنفصل القبائل نسى. القبيليه انا نعرفهم، القبيليه هما اللي حاكمين الجيش للشاويه والاداره القبيليه. هذه يقولوا لي زالجيريا وها واحد منهم يقولها لك. لان المهم الاستوار طويله. ما باش تقول لي تحيا وما تحيا هذا دايرين لي مخاطرهم. انا نقول لك لن تنفصل القبائل عن الجزائر، لان انفصال القبائل عن الجزائر انهيار الدوله من الداخل بكاملها. وبلا ما نهضروا على الجهويه والعروشيه والدشره. ونعرف بزاف انا كشخص نعرف بزاف، نعرف حوايج ما يعرفوش كاع لي زالجيريين. لازمك تفهم. اما باش تقول لي غير هذه راه داروا لي غير خاطرهم وريان ديتو. تحيه عمك فرحات وتحيه. السؤال مطروح ادريس، السؤال مطروح. خلينا نرجعوا لسؤالنا اللي مهم. خلينا احنا في الاقتصاد انا اعطيت فقط موضوعي ولا يهمك في شيء. انا غير باش نعطيك هذا. انا ضد انفصال. ونزيدك حاجه اخرى، الا كنتي تفكر بعيد خليك من العاطفه، لان تسيير الدوله ما كيمشيش على العاطفه. غتقول لي مادام هما مساندين الصحراء الغربيه انا نساهم. بالله حبيبي حنا كنفكروا لان اساس تنميه البلاد ياتي داخل اطار الاستقرار الاقليمي. فسر فكر. لو كان المغرب بغى يقسم الجزائر يا سهله والله العلي العظيم الى اسهل حاجه هو نقسموا الجزائر، ولكن لا ينفعنا في شيء. نقسموا نحصل فيه، نقسموا انا ونحصل فيه. واش يدير هو؟ وشنو هي الغايه؟ تعال نزيدوا حنا نفرقعوا ديال ما حنا درمانا. وشنو هي الغايه؟ انا نقسم الجزائر واش نخلي ديال ما خراب فايتني هو في شي حاجه قوه اقليميه في المنطقه. علاش غنقسموا انا؟ علاه نمشي بنفس البرانسيب اللي غادي به هو باغي يقسم المغرب لانه لا يريد المغرب ان تكون قوه اقليميه تتحكم في الاقتصاد الافريقي، ونحن نقسم نحصل فيه انا نولي داير قياط نجي فيكي. كان على الشيطان مقاوله عليه. احتياطي الصرف مشى، حابسين دوله الاستيراد ما كاينش. هما الناس ولاو لي زالجيريين يضربوا 5 كيلومتر شادين الصف داخلين تونس باش ندخل تونس نضرب سيمانه ونرجع نصرفها في السكوار. سيغ لو بلون بسيشيك. علاه نخلي الشعباني يعيش هكا؟ علاه؟ وين راه ثالث اقوى اقتصاد في افريقيا اللي يولي المواطن يدير لاشين ويبات في الخلا باش يدخل تونس على جال واش؟ على جال 700 اورو. هكا بغيتي انت نزيد نورك عليه نريبوها كاع دوله؟ انا على الشيطان. لسنا هؤلاء. نحن نتبنى قرار الدوله المغربيه، والدوله المغربيه ما كانت يوما مسانده لتقسيم الجزائر، ونحن لن نساند هذا الامر. بغيتي تمشي بالفرفاره سير الله يسخر عليك. ها هما داروا لينا نديروا لهم نستشفاو فيهم، ها هما تقسموا كذا، ومن بعد الريزولتا واش هي؟ واش هي الريزولتا؟ واش ندير انايا؟ نضلوا حاصلين فيهم. وان المغرب يوجه قواته للحدود مع الجزائر لتامين الاوضاع هناك. ومن هذا الخرا كامل؟ خليهم دبروا راسهم. انايا
لانك الا راك باغي دير تنميه لبلادك ما تقعدش مطايح مع البشر، راك خاصك استقرار، والاستقرار هو اللي كيجيب الاستثمار. انت باغي تبني البلاد ولا باغي تخرب بلاد اخرى؟ هي باغي تضربوا ربها كاع كامله، ها يدعيوا سيدي سيروا الاستقلال وطرن هذا وريبوا بلاد على قدها، ها والسلام عليكم، ها انتم تقودات عليكم وحنا تقودت علينا والسلام عليكم. خلي الخراس سيدي منهم بعضياتهم، ما كان ما دخلنا احنا فيهم، هذا هو القانون. الا راك تفكر في البني، اما لا غاديين عادي او شبعنا حبس معاهم، شبعنا حبس 50 سنه وما دايرين عرقله لتنميه، نزيدوا نغرقوا معاهم ثاني؟ ما يمكنش. لسنا كيفهم. الا كان النظام حابس مع احتراماتي لهذا الشخص هذا المتواجد، فلا داعي لان ندخل في نزاعات فقط من اجل الفرفاره. الله وداروا لينا نديروا ليهم بحال هذاك اللي قال ليه اللي طلبتيها اخوك نعطيه منها جوج، فكر قال انا الا دوموندي الطوموبيل هو غيولوا عنده جوج، الا دوموند دار غيدي جوج. قال لي علاش غدير؟ قال لي واه، قال لي حيد لي عيني. هي هذه، قال لي حيد لي عيني باش الاخر تحيد لي جوج. والله سي با سا. احنا ليس في صالحنا تقسيم الدوله على وشك الانهيار اقتصاديا، يا توحل فيها ولوا حفظ السلام وتولي غوت اللاجئين والمرض. لاش نزيدوا على قصامنا العذاب؟ لا اخويا، انا مع الجزائر كامله ومع حق استرداد اقاليم الشرقيه، هذا ما اطالب به. الباقي الله يسخر لهم، لسنا لا نريد شرا هناك، لان تقسيم الجزائر انهيار الدوله من الوسط وسالات. الله يرحم الوالدين، كالميو، خليوا الامور. هذا راه غير ميساج من اجل الطبطبه والسلام عليكم، راه ما عنده ثمن. راه لو كانت شي حاجه، لو كانت فريمون ان سوجي امبورطون، لو كان الجزائر بلي جينيرو ديالها ما نقولش حبسوا العلاقات، يا الرب راه يترون في اوروبا كامله، اتحاد اوروبي تنوض عنده في قيام. ولهذا هذا الموضوع ما عنده حتى حاجه. فرنسا تخرج القبائل مره في العام، تجيب بهم دوره وتقول الجزائر راه حنا هنا، القبائل كانت قبل الجزائر، كاش ما تدوي ولا تجيب له شي موضوع راه حنا هنا. ورقه تستخدمها وقت ما تشاء للابتزاز، هنا وسالات، باش تقول لي غتستعملها ابدا. والقبائل كدوله لازمك، راه ماشي غير السلام عليكم منفصل وراه دوله، ما يمكنش. شي كاليفورنيا في امريكان الا استقلات هذيك دوله. علاش؟ الانتاج ديالها 3 تريليون، افريقيا كامله مازال ما وصلش الولايه ديال كاليفورنيا. كاتالونيا في الاسبان الا استقلات دوله، باسكو الاقتصاد الصناعه وكل شيء كاين تما. الا استقلات صفري. تقول لي القبيل واش يديروا القبيل؟ واش عندهم القبيل؟ بماذا سيعيشون؟ واش هي الثروات؟ الشركات، المصانع، واش عند القبيل؟ والو، ما عندهاش مكونات دوله، ولا يمكنها الانفصال لانها تعيش من هذاك الشيء اللي بقى في الجزائر، وهذا ما يمكنش تنفصل. هنا وسالات. انا الموضوع جامي ناقص القبائل عندي في لايف، اللي بغى يناقش القبائل في جهه اخرى الله يسخر ليه. باش تقول لي القبائل غتنفصل، انا جامي وضد تقسيم الجزائر، لانني اعرف العواقب ما قد يحدث بعدها. هنا وسهلا. انتم دعموها سيدي، انا ما قلت لك والو، انا ما غنفرش عليك الوصايه، انا فقط اعطيت رايي. فكر فيه مزيان، الا خدم ليك مرحبا، ما خدمش ليك السلام عليكم. انا ما غاديش ندير عليك الوصايه يا حبيبي، غير انا اعطي رايي لربما اخالف به الكثير، لكن انا احتكم الى العقل بدل العاطفه. جاتني اول فرصه طعن القبائل استقلال، ها السلام عليكم، لا 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 لا. الملك حينما مد يده الى الجزائر مدها من جهه المنتصر وليس المنهزم، وليس بالغريق. نعم حققنا نتائج دبلوماسيا سياسيا دوليا على ارض الواقع، البلاد ديالنا زيد، ومع ذلك نمد اليد. لماذا؟ لان الملك ينظر بعقليه استشرافيه الى الامام، ربما ما كيشوفش هو في جيله، هو كيشوف في الاجيال القادمه، وبان استقرار المنطقه وعوده العلاقات ولو اقتصاديا في صالح المغاربه قبل الجزائريين. نقولها ليك، هذه ما غاديش، هذه انت ما غاديش تبغيها. لو كانت تحل حدود المغرب مع الجزائر هي في صالح المغرب وليس في صالح الجزائر. انا كنهضر على اقتصاديا، باسكو هذا مارشي فيرج مازال فيه الخدمه، ومازال الا تحلت حنا نحتلوهم. اقسم بالله العظيم تبقى غير الجزائر كسميه. ونقولها ليك، وهما اللي جينيرو على بالهم بها، لان المغرب راه عنده عشرات المليار ديال الدولار دي زانفيستيسمون. هو في انغولا، عرفتي انغولا فين هي ولا؟ انغولا او درنا فيها استثمارات، هو عندنا دي زاسيورونس يا بارتو في لافريك، ولي بونك ولي زانفيستيسمون في البني وفي الكهرباء وفي الروينه كحنا في الاوروب. علاه نمشيو نستثمروا؟ غنقولها قداش
ونخليو حنايا هنا رابحين الوقت، الجهد، القرب، كذا فلوس، كذا بزاف ديال الامور. لذا تسيير الدوله لا يبنى على العاطفه، يبنى على المصالح الكبرى للدوله، ومصالح الكبرى للدوله اولها التنميه ورفاهيه الشعب. السياسي والدبلوماسي اذا جلستي مع اطابل اقسم بالله يريح مع الشيطان اون بيرسون، يسني معاه كونترا اقتصاديا، يسني معاه كونترا. بعيدا عنكم، عودة العلاقات ما بين المغرب والجزائر ستبنى بعيدا على لا حدود ولا ديانة ولا عرق ولا جورة، ستبنى على المصالح المشتركة للشعبين. ندخلوا معاك في علاقات اقتصادية مرحبا، ما ندخلش معاك في علاقات اقتصادية تبقى شاد حجارك تما. هذا هو القانون، صاي ندعموك وكذا وطز وكذا، هذاك الشيء مشى صاي. لن نلدغ من الجحر مرتين، هنا وسالات. مزيانه. اذا مساله عوده العلاقات، حنا غنكونوا نعرفوا اكثر من الملك، حنا غنكونوا نعرفوا اكثر من الملك. يا سيدي مد يده وخاطب رئيس الدوله باخي، هذا الشيطان. راه العقليه اللي كتشوف بها انت خصك تشوفها من منطلق نحيدوا منك انت مغربيت ونجيبوك واحد برا وتشوف من خارج تلك العاطفه ديالك وطونك مغربي، غتشوفها بشيء اخر. ما تشوفش غير من الزاويه ديال العشرين. كرفصوا طن 50 سنه ضاعت الجهد كذا تقسيم اول السلام عليكم. لا لا ثم لا ثم لا. انا هذا رايي اعتذر عليه، واذا كان ما عجبكمش هذا هو الواقع. فكر خارج الصندوق. وخليك راني شفت بزاف ديال اللايفات ديال الدراري وهذا وما نقدرش نطلع. علاش؟ هذيك امور كتخصهم هما، كل لا يلغي بالغاه. انا عندي موقف من هذا ولست مساندا لهذه الامور لانها لا تخدمني. انا كمواطن مغربي افهم في الاقتصاد وافهم في تسيير الدوله بعيدا عن منطق العاطفه. هذا ما كان. تفضل يا ريتال. شكرا على الكلام الاخ ادريس. طبعا لانه الانسان كيكون عنده نظره تحت رجل دوله ماهيش النظره العاديه. يعني الانسان كيشوف من عنق يعني الضيق كيمشي كيمطل من برا وتشوف يعني الامور تكون عندك شموليه. ثانيا كلام يعني مقبول، ما قلتش حاجه غلط، وطبيعه الحال انت تعبر في الاخير عن رايك، لانه احنا كنشوفوا اللايفات كلها لايفات تحسب والشتم ويعني تستثمر فقط في المرض. ما شفناش لايفات تحوس لنا يعني ايجاد بدائل، حلول، اقتراحات. مثلا على سبيل المثال ذكرت مثال طيب، الحدود او مساله كذا. العلاقات الاقتصاديه اهم لانه الشعب يبغي الملموس. كي الشعب الجزائري كي الشعب المغربي يبغي الكاش، يبغي الملموس. اما الروايات والخرافات فلا داعي لها، ما عندنا ما نديروا بها. انا كمواطن اعبر من هذا الراي. اما انا كجزائري مثلا كي نطلع لايف هكا في المغرب مع الجزائري يضايقوا مني. يا اخي خويا هو لا يسب فيا، هو يملا صحيفته في الاخير باش ما نكونوش مثاليين. هو في الاخير يملا صحيفته. انا ملزم، انا محاسب على ما ارد، انا مانيش محاسب على ما يقول. ثانيا يرجى ان شاء الله، نتمنوا لانه الطمع في الله كما يقولوا احنا الجزائريين، نتمنوا يعني في السنوات المقبله تظهر لنا نخبه في هذا وعد من الاصلاح. تحياتي لك خويا رجال، ربي يحفظك. شكرا لك على المداخله، شكرا على القياس، شكرا لك. ساعه زينه ان شاء الله. ان شاء الله نجي عندك، نجي المغرب ونعيط لك ان شاء الله. مرحبا، راه عندك هذا كشمه هذا صوني عليا هذيك كان كرون بليزير. شكرا. السلام عليكم. تحياتي لك. حياك الله. شوف انايا باش نوضحوا معاكم النقاط مزيان. غتقول لي النظام، بان النظام الجزائري، هذا الكلام باش نقولوا هو حاضر احتراما لشخصيه، هي باش نتفاهموا. تبعوا معايا مزيان هادشي اللي غنقول. اذا كان النظام يريد تقسيم المغرب فخصك تشوف شنو هو الدافع. تبعوا معايا غير بشويه، الله يجازيكم بخير. غير بشويه ونتبعوا غير بشويه، هي باش نفهموا. انت اذا راك باغي تعرف راي الاخر حط راسك في بلاصتو. دابا انت ولا انتي حط راسك في بلاصه النظام الجزائري. علاه باغي يقسم المغرب؟ عنده جوج الحوايج. الاولاني باش ما يوصلش للمطالبه بالصحراء الشرقيه، ولاو دابا لي زالجيريين يخرج ليك ويقول لك عنده اطماع توسعيه. هو يجب ان لا يصل الى نقطه انه يطالب بصحرائه الشرقيه، صح؟ مزيان. نعطيك النقطه الثانيه. هاي المغرب اللي
لنفرض انه بقى عنده هذا المشكل ديال الاقاليم الجنوبيه، هذا يضعف موقفه السياسي والدبلوماسي، وحتى في اطار ما يسمى انه تكون ورقه ضاغطه عليه. الاتحاد الاوروبي ملي يجي يناقش معاك مشاريع يناقشك على مستوى انفصال الاقاليم الجنوبيه. فهمت؟ المغرب نهار ما يبقاش عنده هذا المشكل اداريا، رغم سور لو بلون تيريتوار ما بقاش اداريا، يحيد الملف من الامم المتحده، غتشوف مغرب اخر كيفاش كيناقش. شفت النظام الجزائري يا فهموها مزيان، النظام الجزائري لا يريد ان يكون المغرب قوة اقليمية في المنطقة، لانه يضعف وزنه مقارنة به. هنا وسالات، يعني عنده جوج الحويجات، ما توصلش للصحراء الشرقية وما تكونش قوة ضاغطة في المنطقة. هذا علاش باغي يقسمك. انا غنقسمو لانك انت كتشوف فيها غير ردا للدين، وانا الخري يحصل فيا انا، يحصل فيا انا، نقسمو يحصل فيا انا. اعطيني انت الدافع اللي غادي من غير طائر مثلا، اعطيني دافع اللي غيخليك انك تقسم هاد الناس ردا للدين. اوكي ردا للدين هو ديباسي سور لو بلان ايكونومي وفي رفاهيه الشعب، وطلع المستوى وخليك تطلع عليه من الفوق. مزيانه، خلي الزمان يقريه، وخلي الزمان يقري الشعب اللي مناصر هذا النظام. وزيدك حاجه اخرى، اقسم بالله العلي العظيم واقولها جازما وانا اعرفهم جيدا، غالبيه الشعب هو كاره هذا النظام اللي شاد هذه الدوله وما قادرش يهضر. وراه لا بليبار صوف هاد السيد هذا، وكاين يجي جوج ولا ثلاثه راه كيطلعوا لي كاست والله العلي العظيم كانهم يرتدون ماسكات من اجل الدفاع ولاو البلاد وكذا، وهو في قرارة نفسه عارفه بانها مقوده، فريمون مقوده، على باله بانها راهي ديال مقوده، ويطلع هنا غير لو فيت. علاش؟ باسكو النظام ولفوا الكره للمغاربه. كيفاش انت مغربي نطلع عندك انا في لايف واقر بالحقيقه؟ او ما يمكنش، هاو ما يمكنش، راه ما يمكنش يجي عندك انت كمغربي اللي كنتي البارح ديباسيتيه وراك طالع عليه في النيفو، يجي يعترف لك بان الدنيا راهي مقودت وبان النظام راه غادي بها الحيط. ما يمكنش تحسك ليه راسو ما يقولش هذا الكلام. لهذا لازم تفهم السيكولوجيا ديال هاد الناس اللي راهم يطلعوا هنا، على بالهم بكل شيء، على بالهم مقوده، على بالهم بالبلاد، على بالهم كاع بكل شيء، وبان النظام حتى تبون في ولايتهم ما داروا والو على بالهم، ويجي يقول لك تحيا عمي تبون دار بطاله سكن كذا، وعلى باله بانه ما دار التوزه، ويطلع هنا غير لو فيت انك مغربي يقول عكس ذلك. وانا قالها لي واحد والله في ميساج، قال لي انا نكره رب هذا النظام وما دار والو وكرهنا في العيشه، ولكن غير لو فيت انك مروكي تهضر على الالجيري نطلع النافق ونقول هذاك الشيء اللي ما كان. والله العلي العظيم اقسم بالله العزه لو واحد قالها لي. اذكار فرق فقط، اذكار فقط. وزيدك حاجه اخرى، يتغير هذا النظام هذا غالب 90% ديال لي زالجيريين يسبوا النظام، والله يسبوا ويطيحوا لي تطياح نيت باسكو كارهينو. واحد خرج قال لي انا مانيش راضي، ضربوه ب5 نيتات الحبس. علي معمري قال الحقيقه، علي معمري قال النظام الحقيقي اللي يسوق البلاد عنده 10 سنين يبني البنيه التحتيه، 10 سنين يبدا في الانتاج، 30 عام ما يزيدش يحتاج كاع الثروات، ولكن كي توصل 63 عام راهي كارثه، الشعب راه ميت كفن ورمي. ضربوه ب 15 عام ديال الحبس. نوض انت جزائري تهضر، وين هي عبلة قمهاري؟ وين الناس راهي الرصاص ديال العشريه السوداء مازال كيضرب ليها في ودنها، ما تسناش منه يجي يقول لك كذا وزيد عاد انت في العلاقات ويعترف لك ابدا، انسى. مزيانه، نتفقوا على النقطه الاولى، الخلفيات ديال النظام من اجل تقسيم المغرب ماشي هي خلفيات نظامنا حتى نقسم هذه الدوله. وما قلت ما باغينكش تكون قوه اقليميه وما توصلش طالب بالصحراء الشرقيه. احنا لا نريد تقسيمهم باش ما نحصلوش فيهم، والاستقرار السياسي في المنطقه يخدم التنميه في البلاد. فهمت؟ هذه عين الحقيقه. اذا مشيتي بالحقيقه، اول شرط
لجلب الاستثمار والرفع نسبة النمو الاستقرار الإقليمي. أنت شاعلة عندك في كاع جواريك وتسنى واحد يجيب عندك 5 ملاير يبني عندك شركة، أنت من نيتك أنت مقود عليك قادر تدخل في حرب مع واحد، نجي أنا نبني لافراستركتور سيدي وزين في 50 هكتار، نبني أنا غدا يصيفط لي صاروخ ضرب لي كل شيء في زيرو، ما يمكنش. لذلك من بين أهم الأمور اللي ممكن ترفع البلاد الاستقرار الإقليمي. عاد كندويو في البنيه التحتيه، المغرب على بالك شحال يخسر ديال الفلوس ولا؟ المغرب راه العام في 2024 حط 34 مليار دولار انفستيسمون في البنيه التحتيه غير باش يرفع لنا سقف التنميه، لانه باغي في سنه 2036 يوصل ما مجموعه 350 مليار دولار في الناتج الاجمالي الداخلي. الدوبل ديال البي بي ديالنا باغي نضربوه في 10 سنين يا حبيبي، نحن في صراع مع الزمن. تزيدني انا مشكل كبر من هذا. السؤال اللي مهم ونبغيك انك تجاوب عليه، واش هو الهدف ديالك من تقسيم الجزائر؟ شو الهدف؟ غير عاطفيا باغي ترد لهم الصرف، صح؟ وهذا هو اللي كاين، ما عندكش شي حاجه اخرى من غير هادشي. داير زكاره وصافي، زكاره ها القبائل راه ما كاين حتى حاجه، ما تخرجوا للعيب. ما كاين لا قبيله ولا حزام، نجيكم من التالي. وما عمرني انا في لايفي هضرت على القبائل، وجامي هضرت على استقلال القبائل، لانني اعرفه جيدا. لو كان الموضوع حقيقيا ما تكلمت الجزائر عنها. والمنطق يقول كيفاش الجزائر حينما اعترفت فرنسا بمغربيه الصحراء أقامت الدنيا ولم تقعدها، سفراء سحبوا، تصعيد في العلاقات الدبلوماسية ما يدخلوش، روينا ضرب ما عندك فين، زيد طن. هي تقسيم بلاد والناس كاع ما كاينين هنا. اش هي تقسيم بلاد؟ هاي رأيك كانت خاصها تكون حداد في الجزائر، والناس ما على بالهمش، باسكو عارفينهم هما مقصرين تما فرنسا. وزايدين حنا قلناها، قال لك الشاويه للعسكر والاداره القبيليه. اغلبيه لي بوست كبار في سوناتراك، في سونال غاز، في التعاضديات، في المناصب الحساسه كامل قبيليه، شادين لي كرون بوست ديال الالجيري والعسكر شادينو خنشله وباتنا وامبواقي والحبس هذاك كامل ديال الاوراس. وهنا سالات باش تلقى سوناتراك شاده طباخ تعطيه 1.5 مليار دينار جزائري في الشهر، ويجيك واحد يدي منحة بطالة يطلع لك في قياس يسبك، عرف بأنها خلات. تزيد توحل فيه. نحن مع الموقف الرسمي للدولة، وموقفنا الرسمي ديال الدولة لا للانفصال. نعم نحن مع عودة العلاقات، وهذا الشيء ما غاديش يعجبك إذا كنتي مديماري الفرفارة، والله ما يعجبك. أقسم بالله العلي العظيم تحل الحدود والله نحتلوهم، اقسم بالله نحتلوهم. تبقى لهم غير السميه لي زالجيريا ومدينه الجزائر، شي الاخر كلشي يمشي. والله العلي العظيم نحتلوهم احتلالا اقتصاديا. اتكلم ما تاولوش كلامي، نحتلوهم اقتصاديا. انا بعدا نبيع البنان. السلام عليكم. عجبتني كلمة اقتصادية. يا لاباس ادريس، عجبتني كلمة اقتصاديا. لكم اقتصاديا. وانت ما زلت في التبعية. والله يا سي ادريس ما فهمتش، انت في التبعية وانت تحوس لنا اقتصاديا. والله طلعت نسألك برك سؤال. تبعية للمحروقات، مثلا المحروقات في تبعية انت. تبعية لمن؟ شركة توتال انرجي وشركة افريقية، هذه افريقيا كوم لا كيف يسموها، اللي تجيب لكم في المازوت وليسانس. تجي في المازوت تخلص، وين البروبليم؟ عندك بروبليم تبعية، كاين مشكل عندكم. الدولة الوحيدة في شمال افريقيا من قبل 2016 هي اللي كانت عندها مصفات بترول في شمال افريقيا، هي المغرب. لا سمير وي زيد. لا سمير. فيك في تبعية ولا ماكش في تبعية؟ تبعية لمن؟ تبعية لمن؟ شكون اللي يتحكم فيا؟ ما تحكمش سي ادريس، انت تتحكم فيك توتال والشركات الفرنسية والإسبانية برعاية الوزراء تاعكم.
قلت لك الوزير عنده شركات البترول النفط تجيب تستورد. اصبر ومحبسين الشركه اللي تدير. على ما تحكيش على هذا سي ادريس. اصبر دقيقه. هذاك يربحوا فيك ملايير الدولارات. نعم ولا برك سي ادريس ونسكت. يربحوا شركه توطال يربحوا انرجي وهذه افريكا غير افريكا يربحوا الربا او يربحوا. هذا جاوب. نهدر الحمد لله. هكا تهضر، هكا نحب نفهم لما حتى يمصوا في الدم تاعك هكا وانت ساكت تحكي لي الجزائر. ممكن تسد المايك؟ خير ربي كثير اخويا تحبس المايك. انا كي داير تحرير سعر المحروقات اوتوماتيكمون الثمن ديالو راح يطلع، لانه كيف قلتي ما عندناش المصفات ديال المحمدي ديال لاسامير. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه صحيح ان المحروقات راهي تستهلك واحد النسبه كبيره من ميزانيه المغرب اللي هي تقريبا 12 مليار ديال الدولار وحدها. من بين اكبر القطاعات المستنزفه لميزانيه الدوله المحروقات، وهنا كيدخلوا اللعب ديال الكبار. انت تجيب وتبيع في المغرب دي نصيبك نورمال، وهذا هو اقتصاد السوق. لاسامير انا مغلوق. راني نهضر هاو دقيقه. انا كي هاد الناس يجيو يبيعوا في المغرب، وحنا من بين الدول اللي كيتباع فيها البترول غالي ثمنه غالي جدا. رانا نحتل الرتبه في 3 اغلى الدول العربيه اللي كيتباع فيها المازوت حنا. ومع ذلك كقدرتنا الشرائيه لي فواتور ما يحبسوش. نزيدك حاجه اخرى، المازوت تلقاه بارتو في الحدود مع موريتانيا في الكركارات دير البلان. انا نزيد الكارثه بلاتي. ادريس معليش نتناقشوا برك نتناقشوا. بلاتي راني مازال هي دقيقه ونكمل. حاب نفهم انا خيك طالع نفهم. دقيقه ونكمل. هو دقيقه ونسالي دقيقه. دابا انت دويتي على قطاع المحروقات، انا اعترفت لك بكل شيء. اولا ميزانيه كبيره يديها المحروقات، الثمن ديال المحروقات غالي في المغرب، ولكن الطوموبيلات ما حابسينش. راك تدخل هنا الكازا انا نفيق على 8. علاش؟ باش ندخل بكري، باسكو كي نوصل للزحام راسك يحبس لافيل دير بلان معليش. ونزيدك حاجه اخرى، وين ما مشيت تلقى المازوت، وين ما مشيت في المغرب، الحدود مع موريتانيا، الحدود مع البحر. او بلاتي هذا سوق حر مع الطلب مع العرض، وهذا هو تحرير السوق ديال المحروقات. بالله عليك في دوله سميتها الجزائر، في مؤتمر راست ادريس كيف شركه دير 12 مليار دولار وانت قافل الشركه تاعك وانت مازال تتنقل. لا ادريس ما تقلقش. على ديما هاو كبسوا لينا جماعه الخير وصلنا من الجزائر. كيف يا ربي 12 مليار دولار للشركه الفرنسيه وانت غالق الشركه تاعك، الشركه اللي تستفاد منها الشعب. خلينا نكملوا. سي ادريس والله ما قنعتني مغربيك. هاك بدلت هاك للجزائر. انا نعاود سد المايك. دابا هادو ولاو كيديروا واحد السياسه ديال الهجوم المضاد، بمعنى انه يحصرك في موضوع تبقى تجاوب فيه غير على بلادك. اوكي يا ادريس راني نحكي دابا بغيتينا نهبطوا. خلينا نجاوبوا. اعطيني 2 دقائق برك، انا نعاود من الاول ثاني 3 دقائق، تقاطعني نزيد 3 دقائق اخرى. هاودي انا مول لايف ونتحاسب معاك. اسمع ليش كاينين بعض النوع ديال لي زالجيريان خصوصا هذا، لان كنفهمهم انا في السياسه ديالهم. يجي يقول لك المحروقات في المغرب على ما تدوي عليهم، راك تحكي على الجزائر، كي تخرج من هذا السوجي يعاود يدخل لك من سوجي اخر وتبقى حاصم ما تدويش له على الجزائر. حنا ماشي ديما انت كي دويت على المحروقات حنا شرحنا لك النسبه اللي كتستهلكها من ميزانيه الدوله، الغلاء ديال المحروقات في المغرب، وقلنا لك مع ذلك القدره الشرائيه للمواطن المغربي تتحمل الفارقه، وما عندناش ندره. انت في الجزائر حتى غتحل الماي في الجزائر عندك الغاز ولا ليسونس راه مدعم وتزيد الناس راه يدير عليه لاشان في بلاد هي المنتجه له. هذه كارثه. الناس في تمر راس راه الناس تبات ليله وجوج ليلات. تخيل انت هكاك عادي تلبس دي مع كابتك وتمشي تبات في طوموبيل باش دير يومين باش دير البلان في طوموبيلتك. هذه راه في دوله منتجه للغاز والبترول
وليسونس في تمراس الناس. ونزيدك حاجه اخرى، تخيل واحد رميكي هاز السلعه يضرب 2000 كيلومتر وكيوصل لتمراس يضرب 3 ايام وهو ناعس في ستاسيون باش يدير المازوت. وين؟ في دوله منتجه للمازوت. شفت؟ هذا هو الفرق. يعني السؤال الثاني اللي مطروح 3 دقائق قلت لي 3 دقائق بلاتي. سؤالي ليك دابا، سؤالي ليك يا ما كملناش. كيف هذه شركه فرنسيه تحبس لك لاسيمير وتدي لك 10 مليار دولار فايده؟ تدي 10 مليار دي 15 مليار، سوق حره يا بنادم، انت ما عندكش في الجزائر. السؤال اللي مطروح، انت لو كان يترفع عليك الدم دعم لو كان يترفع عليك الدعم وجهك ما يبقاش فيه الدم، انت لو كان يترفع عليك الدعم وجهك ما يبقاش فيه الدم، على بالك ولا واش؟ واحد قال لي طلع نجاوبك. يا سيدي طلع، الا كاش ما باغي تسبنا مرحبا، عندناش مشكل. روح يا سيدي. واحد يقولوا لي كمال قال لك طلعني، هيا روح يا سيدي. السلام عليكم يا سي ادريس. واش راك لاباس؟ شوف كي عايشين في الجزائر يا صاحبي، هذا باطل، حتى ولي باطل السكون. شوف باطل يا صاحبي، ودائما البحر يا سي ادريس، هاو البحر يا سي ادريس. شوف كي عايشين وين، هاو المحل كاين الحليب، كاين كل خير يا سي ادريس، كل خير. وهنا والطابا والجماع كل خير. وهنا سي ادريس بغيت نشوفك حاجه، سنة نوريك حاجه سي ادريس، هذه لازم نوريها لك هذه يا سي ادريس. هذا باطل والله غير باطل يا سي ادريس. الغاز دو فيل والله غير باطل، والله غير. شوف سي ادريس، ما عنديش بوتاي تاع الغاز يا سي ادريس، لا بوتاي اللي تلبسها انت اللي ترفضها في ظهرك، ما عنديش يا نسكن واحد يا سي ادريس. شوف حتى هو اللي باطل ما نخلص باطل يا سي ادريس، زيرو والله الا نخلص باطل. بلاتي شو سنة سي ادريس، هاوليك الله سي ادريس. سي ادريس هذه ما راني وحدي، ما راني اسمش انا نحوس على امراه كاش مغربيه راهي تدور هنا. ما طيحش او سي ادريس، ما طيحش. اولا لازمك تفهم يا حمار كو هذاك الشيء اللي راك دي فيه دعم هو اللي وصل البلاد لهاد الخرا. لازمك تفهم كو انا كي الدوله الجزائريه تحط 45 مليار ديال الدولار دعم باش دي غاز دو فيل، على بالك كو الانتاج ديال الجزائر هذا هو الغرق المبين اللي ما راكش فاهمه. كو علاه انا في عام واحد تصرف عليه 45 مليار ديال الدولار باش يخلصوها الاجيال القادمه فقط لانني كليتها هذا العام. علاه انا تعطيني منحه بطاله في حين انك قادر تبني لي مشروع يدخل لي فلوس دراهم وطونك انني سالاري نطلع فلوسي على قد انني نقدها. علاه تدلني انا وتعطيني سكن باطل، هو رغم انه ماهوش باطل 95%، راني ندوي على السوسيال. السكن هذا الباطل وتعطيني منحه بطاله، وهذا السوسيال هذا واش يدير؟ انا واحد السيد كتب عليه، صبر اش كتب سمع هذه واحد السيد كتب واحد الارتيكل على هذه القضيه ديال السوسيال. اسمع مزيان، اسمع. عندما نقول ان الشعب نتيجة نظامه، فنحن نعني ان سلوك الافراد ودرجة وعيهم ونمط تفكيرهم وحتى سقف مطالبهم. سمعوا مزيان هذا الكلام اللي غيقول الخين هذا، اقسم بالله غيعطيكم التحليل السيكولوجي ديال الشعب على قدو. علاش راني نفهمهم؟ باسكو راني نقرا لهم شي شويه في هادشي. بلاتي نبداها من الاولى. يعتمد النظام الجزائري منذ عقود على سياسة صناع المواطن المعان سوسيال بدل المواطن الحر والمسؤول، فقد حول الدعم والتوظيف السياسي للإعلانات والسكن والمنح وتوزيع الريع إلى أدوات ضبط جماعي اجتماعي أكثر منها سياسة عدالة اجتماعية حقيقية. هذا الأسلوب لا يهدف إلى تمكين الفرد اقتصاديا أو تحريره من الحاجة، بل إلى إبقائه في حالة تبعية دائمة للدولة، يخاف فقدان المنحة أكثر مما يطالب بحقه. والنتيجة كانت كارثية: إضعاف روح المبادرة، قتل ثقافة العمل والإنتاج، انتشار الاتكالية، تآكل الكرامة الفردية، وتحويل جزء كبير من المجتمع إلى جمهور ينتظر القرار من الفوق بدل أن يصنعه من الأسفل.
هكذا نجح النظام الجزائري في إنتاج مواطن منهك سياسيا هش اقتصاديا وسهل التحكم، بينما فشل في بناء شعب واعي قادر أن يعتمد النظام الجزائري منذ عقود على سياسة صناعة المواطن المعان بدل المواطن الحر والمسؤول. فقد حول الدعم والتوظيف السياسي للإعلانات، السكن والمنح وتوزيع الريح إلى أدوات ضبط اجتماعي أكثر منها سياسة عدل اجتماعية حقيقية. هذا الأسلوب لا يهدف إلى تمكين الفرد اقتصاديا أو تحريره من الحاجة، بل إلى إبقائه في حالة تبعية دائمة للدولة، يخاف فقدان المنحة أكثر من حقه، والنتيجة كانت كارثية. أنا نرجعوا نقرأوا هذه الجملة الأخيرة، أنا أعود عليكم. عندما نقول أن الشعب نتيجة نظامه، فنحن نعي أن سلوك الأفراد ودرجة وعيهم ونمط تفكيرهم وحتى سقف مطالبهم يتشكل إلى حد كبير بفعل النظام الأساسي القائم والاستبداد الطويل الذي يخلف الخوف ويطبع الناس على الصمت والانتهازية، هذه اللي هضرت عليها قبيله، ويضعف روح المبادرة والمسؤولية، بينما يساهم الفساد في تطبيع الرداء واعتبارها أمرا عاديا. النظام عبر المدرسة والإعلام والقانون والقمع وحتى الامتيازات يعيد تشكيل المجتمع على صورته. عندما نقول في المقابل أن النظام نتيجة شعبه، فنحن نحمل المجتمع جزءا من المسؤولية، فالنظام لا يعيش في فراغ بل يستمد استمراريته من القبول أو اللامبالاة أو التبرير كما يدير فاروق أو الخوف الجماعي. عندما يتخلى الناس عن العمل السياسي وعن التعليم وعن الدفاع عن الحقوق، يفتح المجال لبقاء نظام لا يمثلهم. الصمت والتكييف ورفض المواجهة تتحول مع الوقت إلى قاعدة تسمح للنظام أن يستمر ويتغذى من ضعف المجتمع. هذه العلاقة إذن ليست تناقضا بل حلقة مغلقة. نظام فاسد ينتج شعبا منهكا وضعيف الثقة وشعب غير منتظم يعيد إنتاج النظام بنفسه. كسر هذه الحلقة لا يكون بتحميل المسؤولية لطرف واحد فقط بل بوعي جماعي يدرك أن التغيير يبدأ عندما يفرض الشعب أن يكون نتيجة ويقرر أن يصبح فاعلا منظما ومسؤولا عن مستقبله. عندما نقول أن الشعب نتيجة نظامه فإننا نقول أن الوقت نفسه أن النظام نتيجة لشعبه. هذه هي الحلقة المفرغة التي يجب كسرها في الجزائر. غير باش تحطكم يعني في الصورة. إذن أظن نكتفي بهذا القدر.